السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامج حديث الليل مع حمزة الشيح. وزي ما عودناكم في الحلقة الأولى اللي احنا هنتكلم في الحلقة دي عن الأمراض النفسية وليه بنصاب بيها وممكن نتعالج منها ازاي. وطبعا معانا فرحة وهي ممكن تشرح لنا ليه بنصاب بالأمراض النفسية وازاي نخرج من الأمراض النفسية بسلام ومن غير ما نتعب ولا نفكر كتير. معانا فرحة. ازيك يا فرحة؟ ازيك يا حمزة؟ انا مبسوطة جدا ان انا معاك النهاردة احنا مبسوطين جدا وبنتناقش في بيك. الموضوع المهم ده. طبعا كلنا في حياتنا بنمر باوقات صعبة، بنتعب وبيعدي علينا اوقات ما بنكونش فاهمين فيها نفسنا، بنكون تعبانين ومخنوقين. طبعا كلنا مرينا بالظروف دي، سواء كنا في فترة احنا فيها مراهقين او اكبر شوية. بس طبعا هو عامة اي ضغط نفسي او توتر بنعدي بيه في حياتنا هو درس لينا عشان يعلمنا ويضيف لينا وعشان نبقى انضج. هو دايما الدروس دي لما بنمر بيها بتخلينا نبقى شخص انضج. التجارب عامة سواء هي سيئة او مش سيئة بتخلينا ان احنا نكون اسوياء مع نفسنا، نتعلم نكون رحماء بيها، مش نكون مجرد بس ان احنا بنجلد في ذاتنا وخلاص. بالنسبة بقى للصدمات و... والعقد اللي جوانا عامة، هي مفيش حاجة اسمها كده. طب احنا بنقول مثلا ازاي الواحد يتخطاها لو حصلت او كده. انا ساعات ممكن في شايفة صدمات بتحصل. التخطي اهم حاجة فيه ان احنا نتقبله. لازم نتقبل فكرة ان ده حصل، يعني عادي كلنا عدينا بالاوقات دي وبالظروف دي، فلازم نتقبل. انا بشوف ان اول خطوة ان احنا نعدي ان احنا نتقبله عادي، هو حصل. دوت من اللي ممكن التفكير اللي ممكن نفكره. في بقى ناس ما بتحبش تفكر ان يعني ما بتحب ما تعرفش تتخطى، ودوت بيبقى شيء صعب جدا بالنسبة لبعض الناس. طبعا الناس دي ممكن مثلا قلة ايمان، او انت شايفاها ايه الناس اللي ما بتعرفش تتخطى او شخصيتها ممكن ضعف شخصية، او يتقال عليهم ايه؟ هو مبيبقاش ضعف شخصية، هو عامة الإنسان لما بيحط نفسه في قوقعة كده أو في بابلز بيكون اللي هو مش عايز يتخطى. هو بيكون حاطط ده حاطط نفسه في الحتة دي بمزاجه. يعني في حد اختار ان هو من بعد مثلا أزمة نفسية حصلت له أو صدمة يتطور وينجح في الموقف ده ويعديه، أو يفضل ثابت في مكانه وما يعديش الخطوة ويشوف نفسه ضحية بقى، ضحية للظروف، ضحية للمجتمع، ضحية لانه مثلا كان مش عايش حياة سليمة في البيت او حياة صحية مع اسرته. مثلا اتحب واتساب، شغل كان نفسه فيه، فيشوف ان دي كلها ظروف توقفه. وفي ناس تانية بتشوف ان لأ، ليه اللي هو ليه انا افضل واقفة هنا، انا هتطور، انا هاخد النقطة دي واحولها حاجة ايجابية في صالحي بس. طب ازاي الواحد ممكن يحول السلبيات اللي في حياته الايجابيات ويطورها، او يعني بشكل مختصر ازاي نحول الافكار السلبية لافكار ايجابية؟ انا شايفة ان اول خطوة ان الشخص لازم ياخدها لما يكون في دماغه فكرة سلبية انه يكون عنده وعي بيها. لما بيكون عندنا وعي بالفكرة بيقلل من قوتها. يعني انا في دماغي فكرة سلبية، ادركت الفكرة خلاص هي صغرت، مش هتفضل كبيرة وتتفاقم. بعد كده بنسميها، اللي هو اسأل نفسي هي دي حقيقة ولا مجرد خوف ولا سيناريو في دماغي. لما بنسمي الفكرة اللي في دماغنا دي بنعرف ان هي حاجة واقع ولا حاجة من وحي خيالنا واحنا مقفورين في مشاعرنا. وبعدين بنعمل ايه؟ بس فبعدين لما احس ان في دليل ان هي مثلا الفكرة دي صحيحة او ان هي مثلا غلط، غالبا هحس ان هي مبالغ فيها. بس فهحس ان هي غالبا مبالغ فيها او ان هي فكرة بسيطة. وبمجرد ما انا احس ان هي واقعية ومطمئنة بالنسبة لي هحط بس جملة تطمني. وبعدين ان انا مثلا ممكن اغلط، ده طبيعي ومش نهاية العالم. فهي دي الجملة اللي هطمن نفسي بيها عشان انقلها من فكرة سلبية لفكرة ايجابية. بس حاجة كمان اخيرة ممكن نعملها. ملخص مثلا للكلام مثلا. اخر حاجة ممكن نعملها ان احنا نتنفس نفس عميق، نعمل حركة سريعة زي ان احنا نتمشى، ندون افكارنا، نكتب مشاعرنا السلبية دي في ورقة. بس لما مجرد نشوفها قدامنا على ورقة بنحس قد ايه هي بسيطة. طب والناحية الدينية مثلا ايه طبعا لازم نصلي، لازم ندعي ربنا ونحس ان هو جنبنا، لازم ايماننا يكون قوي بيه. ده طبعا بيهون كتير جدا.
وملخص سريع يعني عشان ما نطولش عليكم، الافكار السلبيه ما ينفعش تمنعنا، لكن احنا نقدر نتعامل معاها ونقلل تاثيرها لما نلاحظها ونسميها ونتحداها ونستبدلها كمان، ونرجع نركز في اللحظه الحاليه انها لحظه جميله جدا جدا. وفي ختام حديثنا الليلة نفتكر دايما إن ربنا سبحانه وتعالى قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وإن راحة القلب مش في الهروب من أفكارنا، لكن في فهمها ومواجهتها وربطها باليقين في رحمة الله. الأمراض النفسية مش ضعف في الإيمان ولا قلة في الصبر، هي ابتلاء زي أي ابتلاء، والأخذ بالأسباب عبادة، والعلاج فهم، والدعاء يقين. وبشكر من قلبي ضيفتنا الكريمة دكتورة فرحة، دكتورة الأمراض النفسية، على علمها الصادق وكلامها اللي قربنا من نفسنا وذكرنا إن الرحمة تبدأ من الداخل. أسأل الله لكل قلب متعب سكينة، ولكل عقل مرهق نور، ولكل نفس تايهة طمأنينة، وأن يجعل حديثنا الليلة سبب خير وشفاء. كان معاكم حديث الليل، نلتقي حين يهدأ العالم ونترك قلوبنا بين يدي الله. تصبحوا على خير والسلام من الله.